الاهلي خسر من انبي، قلت دي كارثه، كارثه ان الاهلي يخسر من انبي بكل السكواد بتاعه ده وكل اللعيبه اللي معاه دي. ولكن يا جدعان عايز اقول لكم على حاجه، طلع اخبار ان الاهلي كان خسران واحد من انبي والنتيجه مش عارف ايه، ولكن دلوقتي النتيجه انا جايه بجيبها لكم بص مشفيه. الاهلي كسب 2-0، الاهلي كسب انبي 2-0، اللي احرز الاجوان قفشه وتريزي جول، اللي جاب الجونين يا جدعان قفشه وتريزيجيه. فالاهلي فاز على انبي 2-0، وده الطبيعي، ده الطبيعي، لان قصه ان الاهلي يخسر من انبي حتى لو في ماتش ودي دي كارثه بالسكواد اللي معانا ده. احنا جايبين كل اللعيبه دي عشان نخسر حتى لو ماتش ودي؟ احنا جايبين اللعيبه دي يا اسطى عشان ناكل الفرق اللي قدامنا، نفترس الفرق اللي قدام. كنت هنشوفهم كلهم غزلات من الاخر، اي فرقه هنشوفها غزاله، والاهلي هو الاسد ملك الغابه. انت فاهم القصه؟ وهتقول لي بقى اي حد يبقى مرات الاسد، انا ماليش دعوه، هو الاسد ملك الغابه يفترس اي غزاله قدامه. فانا مش جايب كل اللعيبه دي عشان ناس تيجي تقول لي في الكومنتات على الفيديوهات اللي فات ان الاهلي خسر 1-0، الاهلي الشوط الاول طلع مش عارف، الاهلي كسب 2-0، قفشه وتريزي جول. واحذروا اللي جاي تقيل، اللي جاي شديد، وفي ماتش ودي تاني للاهلي يوم الاحد اللي جاي هعمل لكم بيه فيديو جديد.